السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من كلامنا عن البريمير ليج. الجولتين اللي فاتوا دول بينوا ايه شويه حاجات كده. انا كنت فتيت او هبت يعني في الاول كده كام هبده منهم. حاجه انا هعتذر عليها يعني، بس خلينا مهم ايه نتكلم في الاول على ارسنال الجولتين اللي فاتوا دول كسب وبقى 5 من 5. بس كان ايه بقى المشكله في ارسنال؟ ان هو كل ما يكون بيلعب بالفريق الاساسي بيبقى ارسنال جامد جدا. يعني لعبهم ممتع وبساط حلوه ودفاع واقف على حيله وهجوم قوي. ممكن يكون بس لعبهم في الباك رايت او الجول ده لسه لغايه دلوقتي موجود. بس مشكله ارسنال اللي هو لما هيقع منه واحد اساسي الدنيا بتتعك شويه. ده بان فين؟ ده بان في بارتي لما النني لعب مكانه. ابننا ما شاء الله عليه جامد وكل حاجه، بس هو بيتوتر. النني بيتوتر جدا، تحس كده ايه الكره لما بتجيله مش عارف يعمل فيها ايه. ساعات بيطلع حلو بتاع، بس يعني مش هو بارتي خالص، مختلف تماما. وفي نفس الوقت لو هتيجي تتعامل مع النني ان هو سي دي ام بيقطع، هتلاقي الانترسبشن بتاعته مش احسن حاجه. يعني هتلاقي فاهم ان هو عامل انترسبشن واحد مثلا مثلا الماتش اللي فات، فده مشكله في حد ذاته. بس الموضوع هيبان اكتر فين بقى؟ هيبان اكتر في تيرني وزنشенكو. زينشينكو لسه جاي وبيلعب اساسي، فلما كان زينشينكو بيلعب اساسي كان الموضوع في ارسنال باين جدا ان زينشينكو عنده كوره وبيعرف يروح وله تاثير، يعني الكوره بتعدي عليه كتير. بينما بقى الناحيه الاخرى تيرني اللي هو كان اساسي الموسم اللي فات مش احسن حاجه من الكلام ده. ده هيبان في ايه بقى؟ خليني اوريكم عشان انا ايه جبت من موقع هو سكورد. ده ايه ستاتس جميله كده بيبين اللعيبه بتعمل ايه. ده كده ايه عندنا التاتشز بتاعت زينشينكو والهيت ماب في ماتش ارسنال وليستر سيتي. تمام. فانت عندك زينشينكو هو خرج في الدقيقه مثلا تقريبا حاجه و70، لمس الكره 68 مره. وطالما كده ايه منوره جدا يبقى هو ايه كان على طول في نص ملعب الخصم. حلو. وبيلمس الكوره كتير. الحته الزرقاء شويه دي كده معناها برضو ايه ان هو لمس الكوره في الحته دي. طيب ده كده ايه ماتش ارسنال وليستر سيتي. تعال نجيب ماتش ارسنال فولهام اللي تيرني لعب فيه. هتلاقي ان بص لمساته يعني في حتت هنا، بس في اغلبها في دفاع ارسنال. وفي نفس الوقت لمس الكوره 46 مره. الماتش ده هو خرج في الدقيقه حاجه 60. طيب تعالى نشوف الماتش التاني يعني ماتشين بقى هما الاثنين اللي لعبوه 90 دقيقه. في ماتش بورنموث عندك زينشينكو هو اللي لعبه، وبص تاثيره قد ايه. 83 تاتشز. بيخش جوه الملعب، يعني ده ماشي ممكن يكون في نص الملعب ارسنال، بس هو وصل كتير و83 تاتش. تعالى بقى نشوف تيرني في ماتش هو لعبه 90 دقيقه، ماتش استون فيلا ما خرجش تيرني. فلمس الكوره كام مره؟ لمس الكوره 67 مره. اغلبها بص هنا كتير جدا في نص ملعب ارسنال. فده يبين قد ايه في اختلاف ما بين الاساسيين والاحتياط. فده اللي انا اعتقادي ان ممكن يعني ارسنال هيعاني منه لو حصل ان بقى فيه اصابات. انما لو ربنا كرمه زي ما كان ايه ليفربول كده في كام موسم فات يعني من غير اصابات الدنيا ممكن تمشي معاه تمام. طيب ده بالنسبه لارسنال. تعالى نتكلم دلوقتي على مانشستر سيتي. علشان انا هبدا مش هي، انا شايف ان هي مش هبدا الصراحه. بالنسبه لهالاند انا كنت بقول في الاول ان هالاند مش هيخدم لعب مانشستر سيتي، وان هو مهاجم جامد جدا بس مش هي يعني مش هيكون الاضافه الجامده. تمام. طبعا ده غلط. ده غلط ليه بقى؟ لان انا ما حطيتش في اعتباري ان جوارديولا ما هو هيجيب مهاجم او هيجيب لعيب مختلف عن اللي موجود عنده. فهو هيخلي فرقته كلها تطبق على الموضوع دوت، وهيستفيد من اللعيب ده بالذات بقى لو هو لعيب في حجم هالاند. هو اوريدي عنده الامكانيات. فده برضه هينعكس فين؟ هينعكس في الارقام بتاعه هالاند في الماتشات بتاعه مانشستر سيتي. ده برضه هيت ماب نفس الوضع. بس بص بقى انت عندك هالاند مش هتلاقي هنا ايه الموضوع مخضر تماما. هو الموضوع التاتشز بتاعته بياخدها من حتت بره المنطقه. فده لما ده بيخليه ايه ان هو لما بيخش بيبقى موضوع صعب. دايما المهاجمين دلوقتي حتى مثلا هتلاقي ايه بنزيما او رونالدو. كانوا دايما رونالدو بالذات بيحب ان هو لو انا هلعب مهاجم انا ما افضلش على طول واقف جوه المنطقه ال 18. انا اطلع من بره واخش لجوه علشان ما يخليش فيه مدافع ماسكه بسهوله. وده اللي هالاند بيعمله. انت عندك ماتش ويست هام ده هو هالاند اللي جاب الجولين. جاب ضربه جزاء والجول الثاني كان راح انفراده. فهالاند بص عمال ايه 32 لمسه وراح جاب لك جولين. في نفس الوقت برضو مانشستر سيتي ونوتنجهام اللي جاب فيه هاتريك نفس الوضع. ده اللي يدل على ان جوارديولا المواسم اللي فاتت هو كان بيعتمد ان المهاجم بتاعه دايما بيبقى موجود في اللعب بشكل اساسي، وبيطلع وبيستلم
وبيودي وبتاع. ده كان احد الاسباب ان هو كان عايز هاري كين في السنه اللي فاتت او اللي قبلها على ما اتذكر، يعني كان السنه اللي فاتت. فانا الصراحه لما فكرت في ان هالاند ممكن ما يفيدش مانشستر سيتي قوي او يخش في منظومه مانشستر سيتي لحاجتين. لان هو كان عايز هاري كين. هاري كين مختلف شويه عن هالاند، هو الاثنين رقم تسعه، بس هاري كين بطيء وكورته احسن بكتير بره ال 18، انما هالاند سريع وكورته اقل من هاري كين بره ال 18. السبب الثاني ان ما هو انت كان معاك ابراهيموفيتش برضه في برشلونه. فده السببين يعني اللي سوحوني. يعني انا كنت غلط الصراحه في موضوع مانشستر سيتي ده. بس في بس كبيره، ان مانشستر سيتي لغايه دلوقتي ما لعبوش فريق قوي جدا. يعني هم لعبوا ماتشات صعبه، بس الماتشات الصعبه اللي هم لعبوها دي الفرق اللي قدامهم كان عندهم بعض المشاكل. يعني هم لعبوا كريستال بالاس في ارضهم، ولعبوا ويست هام بره، ولعبوا نيوكاسل بره. ماتش ويست هام ده كان عندهم مشكله في السنتر باك، وماتش كريستال بالاس كان في الاتحاد. والمنطقي ان المفروض مانشستر سيتي يكسب، يعني زي ما كان حصل كده مع ليفربول ان هو كان المنطقي ان هو المفروض يكسب. بس هقول لك السنه اللي فاتت ان كريستال بالاس واخد 3 هوم وثلاثه اواي، فتمام ماتش صعب. بس الموضوع هيبان بالذات في هالاند لما يبتدي بقى ايه يلعب الفرق القويه. ده هنشوف كده كده الموسم اللي جاي يعني طويل. بس انا الصراحه يعني اعترف بخطأي، لان هالاند انا كنت شايف ان هو مهاجم يعني انا ما اتفرجتش عليه جامد، بس انا طبعا ايه عارف ان هو مهاجم جامد، بس انا كنتش اتخيل ان هو بالجموديه دي. لان هالاند لما بيحط واحد في ظهره اركن على جنب، والجامب بتاعه عالي قوي، الواد ده هجمه وقدام الجول فينيشر عالمي. فانا ما كنتش اتخيل كده الصراحه. فربنا يستر ايه، لان مانشستر سيتي ما كانتش ناقصه ان هي تبقى ارحه كده بزياده. فيعني ربنا ايه يعني يسترها كده علينا، لان انا نفسي ان ليفربول يكسب الدوري ده. فبما ان احنا بنتكلم على ليفربول، الموضوع مش ألذ حاجه بالنسبه لليفربول. ليه؟ لان احنا رجعنا بالمستوى بتاعنا لموسمين ثلاثه فاتوا، اللي هو كان عباره عن ايه، عباره ان انت معتمد على ثلاثه قدام المفروض جامدين جدا، وعندك الخط الدفاع بتاعك لطيف ما بيغلطش، وعايز بقى ايه نص الملعب ده ماشي تمام. يعني الدنيا مش ممكن تبقى مش واقعه منك في بعض الماتشات علشان الاصابات ولا حاجه، فالخط اللي قدام والخط اللي ورا ده يشيلوك. بس الوضع دلوقتي ما بقاش كده. ليه؟ لان فان دايك ما يعني بقى مش بقوه السنين اللي فاتت. هو ما زال قوي بس هو مش بقوه السنين اللي فاتت. وفي نفس الوقت انت بتطلب من ارنولد حاجات هجوميه بتخليه ياثر دفاعيا. وصلاح بقى الناس ماسكاه اكتر. ولويس دياز مش ساديو ماني. يعني لويس دياز انا مقتنع ان هو هيجي منه جدا جدا، لان الواد جامد الصراحه. بس هو ما زال برضو ايه في حته كده، في حته انانيه، في حته زياده. والبقى اكبر حاجه ان فيرمينو مش هو فيرمينو. يعني فيرمينو ده في ماتش بورنموث ماتش حلو، وماتش وبورنموث برضو ايه فريق على قده. فاللي حصل ان فيرمينو قدام كريستال بالاس الدنيا ما كانتش احسن حاجه. فانت ما فاهم ايه كنت مش عارف تخش خالص. وفي نفس الوقت انت كنت عامل حسابك ان في واحد زي نونيز. عملت زي السيتي، رحت جبت نونيز اللي هو مهاجم مش ستايلك، وكنت عايز تخليه موجود في ال 18 علشان في الماتشات اللي زي بتاع كريستال بالاس دي لما الدنيا تتعسف تروح مش على الكوره جوه ال 18. قام الواد ايه بطح واحد، فانت احتست. عندك اصابات في نص الملعب، وفي نفس الوقت ما عندكش المهاجم اللي انت كنت عامل حسابك عليه ان هو خلص لك الماتشات اللي زي دي. قمت رحت بقى تعمل ايه، جبت نص ملعب ارتور ميلو. انا مش عارف الصراحه موضوع ارتور ده هيبقى نظامه. لان انا يعني ما كنتش اتفرجت كتير عليه سواء مع برشلونه او يوفنتوس. الحته اللي انا اتفرجت عليه في برشلونه في ناس كانوا بيتكلموا عليه ان هو يا لهوي بيخرب بيت الجمال، وان هو بقى حاجه زي كده بقى انيستا ياخد الكرة ويفضل يلف حوالين نفسه وبتاع ويروح، ومجهوده قشطه كويس وبتاع. وفي ناس تانية بيتكلموا ان هو حاجه كده ايه مش يعني هو كورته حلوه بس هو صالح جمعه، اللي هو دماغه مش في الكوره. يعني في الملعب ما يعني ما تاخدش منه ماتشين ثلاثه او ما تاخدش منه موسم كامل، لان هو مش ملتزم. فانا مش عارف الحاجات دي الصراحه. لما هتيجي تقعد تفكر فيها كلوب مش من نوعيه المدربين ان هم يروحوا يجيبوا لعيبه مش ملتزم. ليه؟ لان كلوب اول ما مسك ليفربول احنا كان عندنا مامادو ساكو هو الاجمد واحد في الدفاع. فلما حصل ان احنا جينا نبتدي الموسم اللي هو كلوب مسك في نص موسم، والموسم بقى اللي بعده جاي خلاص يبتدي، وكان مامادو ساكو المفروض اساسي في البلانز بتاعت كلوب. حصلت مشكله في معسكر اما مشيه، لان هو ما احترمش ولعيب مش مسؤول وبتاع. فان كلوب يروح يجيب ارتور ميلو فيها حاجتين: يا اما انت كنت مزنوق وبتلوش ومش عارف هتجيب مين، يا اما انت كان يعني بناء على كلام كلوب ان هو على طول في ليست عنده وان هو عارف مين فين. فلما يكون محتاج حاجه هيروح فاتح الليسته دي وجاي واحد منهم. فيا رب يا رب يكون هو فعلا عنده الليسته دي ويجيب واحد منهم يا رب.
نيجي بقى لمانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد انا كنت متوقع ان هم تحت تين هاج يبقوا افضل من كده، وعلى هذا الاساس انا كنت حاسس ان هم، او يعني كنت متوقع ان هم في اخر السنه هيبقوا توب فور. بس الوضع مش احسن حاجه. مدرك تماما ان تين هاج جاي وبيبني لقدام، بس هو في قرارات هو كان واخدها غريبه. يعني احنا ما نعرفش اذا كان هو مقتنع باللعيبه اللي معاه 100% ولا كان عايز يجيب لعيبه تانية والاداره ما جابتهاش. تمام. بس انت داخل الموسم عامل حسابك ان انت هتلعب بفريدو ماكتوميناي، بس لما حصل ان الدنيا لوشت قامت الاداره رايحه جابت كازيميرو. هل هو كان طالب لعيب محور والاداره ما جابتوش، وبعد كده لما الاداره شافت ان الدنيا ملوشه فقام راح جايبينه، ولا هو اللي قال لهم يا جماعه احنا لازم نتحرك ونجيب حد وهو اصلا ما كانش عامل حسابه ان هو ما يجيب حد؟ الله اعلم. الله اعلم. انا اميل ان هو كان قال للاداره والاداره ما جابتش، فلما لقيت الدنيا فاهم ايه سداح مداح كده في اول كام ماتش قامت راحت جابت كازيميرو. فدي ايه اول نقطه. تاني نقطه، هو لو حصل ان انت معتمد على ان راشفورد بقى سواء بقى وينج او مهاجم، راشفورد ضايع يعني الصراحه الصراحه وحش جدا. الاسيست اللي هو عمله حتى لسانشو في اخر ماتش ده يعني كان ممكن ما تجيش ليه، لان راشفورد غير متوقع نهائي. فعلا غير متوقع. لعيب سريع ومفروض ان هو مهاري، بس ما تفهمش لعيب لا يعتمد عليه. فان انت بقى تبقى عامل حسابك ان راشفورد هو هيبقى المهاجم بتاعك او الوينجر، مش عارف، حاسس ان هو قرار خاطئ. هو راح جاب انتوني، ومفروض انتوني ان هو بقى هيفرق لان هو كان بيلعب. انا صراحه ما اتفرجتش على انتوني، بس الناس اللي اتفرجت عليه بتقول ان هو جامد وهيفيد، وهو اكيد كان معاه في اياكس فهو عارف هيوظفه ازاي. بس هل ممكن يكون زي ليساندرو مارتينيز؟ ما هو ليساندرو مارتينيز برضو انا بالنسبه لي عليه تساؤلات. ليه؟ انا كنت متوقع ان تين هاج هيبتدي يطلع الكرة من تحت احسن من كده، احسن من كده بكتير كمان. فانت عندك جبت مالاسيا وجبت ليساندرو مارتينيز وجبت اريكسن، فانت الحكم على اللي انا هقوله ده ممكن يكون احسن لما كازيميرو ينزل. فبناء على الصفقات دي انت المفروض طريقه خروجك بالكوره من بعد ما تستخلصها يعني او بعد ما تاخدها من فريق الخصم يبقى احسن من كده بكتير. انت لو جيت شفت برضو على هو سكورد هيقول لك ان الباصات المتتاليه، الافريج بتاع الباصات المتتاليه لمانشستر يونايتد في اخر ماتشين ما عداش الاربع باصات. انت متخيل الافريج؟ يعني متوسط الباصات اللي اللعيبه بتاعت مانشستر بيباصوها لبعض من غير ما الكوره تتقطع او تخرج او يحصل مشكله، اربع باصات بس. دي مشكله كبيره. يعني في الهجمه اللي هي في دي حاجه و20 قدام في ماتش ليستر، ناس كتير عماله بتشير ان مانشستر يونايتد بيطلع بالكره بالطريقه دي. ما هو ده الطبيعي يا جماعه. ده الطبيعي ان لو في فريق ضغط عليك انت تعرف تباصي الكام باصه دي وتطلع. يعني تحركات اللعيبه في الباصه في الهجمه دي كانت حلوه جدا، انتهت بان اريكسن شاط كوره على الجول. بس ده الطبيعي. لو حصل بقى ان ده ما حصلش كتير اكتر من مره، وان انت الكره بتتقطع منك يعني او بتغلط وبتدي الكره للمنافس كتير، دي مشكله. فانا كنت متوقع ان تين هاج هيعلي من مستوى مانشستر اسرع من كده، لان هو جايب الصفقات اللي هو عايزها. بس اما نشوف. انا بالنسبه لي مانشستر يونايتد دي كام سنين السنه اللي فاتت والله مقبره لاي نجم او اي مدير فني مخضرم. فهنشوف تين هاج هل هيقدر ان هو يعني يمحو حاجه زي كده ولا لا. الله اعلم. بينما بقى على الجانب الاخر عندك تشيلسي، طول الخمس ماتشات اللي فاتوا كان عنده مشكله كبيره جدا متمحوره في انه ما عندوش مهاجم، لان هو مقرب ستيرلينج قوي من الجول وعايز بقى يجيب اي حد معاه جنبه، فبالتالي بيبقى هافرتس. الموضوع صعب. ولو انت هتعتمد ان ستيرلينج يبقى هو الهداف بتاعك يبقى على الله بقى. انت على الله خالص. فان هو يجيب اوباميانج الموضوع ده هيفرق معاه جامد. بس اول ان اول تشيلسي لعبه مش حلو، وتحس كده مفكك. والواد كوليبالي مش اللي هو يعني. ومندي برضو فاهم ايه، في حاجات انت كنت بتصد حاجات اكتر احسن من كده يا مندي. فتشيلسي يعني انا مش عارف يعني اوباميانج ممكن هيفرق معاهم، بس اعتقد ان سواء تشيلسي او توتنهام الاثنين برضه هيبقى ما زالوا بره التوب فور. يعني انا كل جوله بقعد اتفرج اقول يمكن فاهم ايه حد يعمل حاجه مختلفه. فتوتنهام ايه ممكن يبقى ينافس تشيلسي، بس مش عارف الفرقتين دول حاسس ان هم لا يعني مش هيبقوا توب فور. والصراحه انا لو لما تقعد تفكر فيها مين اللي يبقوا توب فور عشان يتاهلوا تشامبيونز ليج، رجع لي بقى ارسنال عشان بحب الصراحه الكره الجميله. وارسنال حتى وهو وحش بيحاول يدور على الكره الحلوه.
فرجع لي ارسنال ورجع لي مانشستر يونايتد نشوفهم برضو. وفي نفس الوقت ليفربول ومانشستر سيتي، يعني انا ما اعتقدش ان هو واحد منهم، يعني سيتي اكيد اصلا يعني في الاغلب لو ما كسبش الدوري هيبقى الثاني، وليفربول ما اعتقدش ان هو يطلع من التوب فور. فيعني خلينا نتفرج على الجولات اللي جايه، اتمنى ان ارتور ميلو يعمل حاجه مع ليفربول، لان الوضع بقى يعني من سيء لاسوء، وليفربول ما بيلعبش كوره حلوه، وتبقى مشكله كبيره لو احنا مستنيين ان فيرمينيو يرجع لفورمته بتاعت 3 سنين فاتوا. لان في الاغلب انا اعتقادي يعني ان هو كده ايه خلاص، يعني هو هيدي لك حلاوه روح في كام ماتش. فالامل كله على الولا نونيز، الامل كله على الولا نونيز. بس كده يعني، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لايك وسبسكرايب بقى لو الموضوع عجبكم، وقولوا لي في الكومنتس تحت لو في اي حاجه انتوا مثلا شايفين ارائكم مختلفه مع الاراء اللي انا بقولها، او في حاجه ممكن احسنها. واشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله. سلام عليكم.